الفنان هشام اسماعيل اللي هو بيمثل دور فزاع في مسلسل الكبير قوي، كاتب بوست جميل قوي، يعني بيوضح لك عقلية الزملكاوية ايه. تعالوا نقراه مع بعض. بيقول لك ايه: ما تيجوا نعمل المنافسة الرياضية في مصر كنوع من الترفيه والتغيير، سنتين تنافس وسنتين تنافس زي اللي بيتعمل دلوقتي، سنتين الرعاة يتفتح ليهم الباب بشفافية ويختاروا النادي اللي يعجبهم بحرية ويدفعوا ويستثمروا في حق البث التلفزيوني متقارب زي الدوري الانجليزي طبقا لاعتبارات المشاهدة واهمية اللعيبة في كل نادي، وسنتين الراعي يكون واحد بس موجه لنادي واحد بس ويسفلت باقي حقوق الأندية، سنتين قوانين محترمة وسنتين اختيار حكام بالمزاج، سنتين خطاب إعلامي رياضي متزن ومحايد فعلا وهدفه الارتقاء بالرياضة المصرية، وسنتين كسب ود اللي معاهم الرعاية والفلوس ويقبضوا ويتفسحوا معاهم. طب والله الدنيا هتبقى لذيذة جدا. العقبة مش في الرعاية ومش في العقبة ان انت بتروح تجيب لعيبة وبتاكل حقوقهم. العقبة ان انت بتقول انك 81 مليون في حين ان الرعاية بتروح لذو الشعبية الاكتر. ايه يعني مش فاهم يعني انت عايز، هي دي العقلية الزملكاوية المتميزة؟ هم دول الصفوة؟ هو ده تفكيرهم؟ يعني مش فاهمين صراحة. يعني لما يبقى الناس، المفروض الناس دي متعلمة ودارسة وبتاع، اما يبقى هو ده تفكيرهم ما طبيعي يبقى هو ده الجمهور. يعني حاجة غريبة قوي. لما هو طب عادل القيعي بيقول له تقدر تطلب اجر زي عادل امام؟ لا طبعا. طب انا هقول لك حاجة جامدة، تجرؤ تطلب اجر زي احمد مكي مش عادل امام؟ ما تقدرش، انت كومبارس، انت كومبارس. زي مثلا ناديك، ما هو كومبارس برضه. يعني انت ناديك بيحلل الدوري، بيعمل حس بس كده اللي هو ايه، بيتغلب فبنضحك، يتغلب فبنضحك، فينسحب فيتغلب بس. هي دي المسألة يعني يا عم فزاع، هي دي المسألة.